في الفيديو غنعطيك شنو استفدت من الجزء الاول ديال لماذا تؤدي التغييرات البسيطه الى اختلافات كبيره من كتاب العادة الذريه للكاتب جيمس كلير. وهذا هو الكتاب. الجزء الاول خلاني نعرف بزاف د الحوايج اللي ما كنتش عارفهم، ولا بغيتي حتى انت تستافد وبلا ما تقرا تبع معايا الفيديو. السلام، معك حمزه. فكرة ديال المحتوى هي انني نقرا كتاب داكشي اللي استفدت منه ونفعني في حياتي نجي نبارطاجيه معكم باش حتى نتوما تستافدوا منه، وعلاش لا حتى نتوما تستافدوا. قبل ما ندخلوا في الموضوع اجي نعرفوا بعدا شنو المعنى ديال العنوان اللي هو العادات الذريه. المعنى ديال العاده هو واحد السلوك كديروا بزاف د المرات وكتعودوا بزاف د المرات حتى لدرجه تقول انه تلقائي وكتولي دير داك السلوك بلا ما تفكر فيه. والضر هي واحد الجزء او شيء او واحد الحاجه اللي صغيره بزاف ما يمكنش تقسم على جوج، وملي كتجمع بزاف ديال الذرات كتعطينا واحد القوه، وهاد القوه كتكون كبيره بزاف. ملي كتجمع هاد جوج كلمات كيعطيوك عنوان واللي هو العادات الذريه. والمعنى ديال العنوان هو واحد العاده اللي بسيطه او صغيره ملي كتراكم وكدار بزاف د المرات كتعطينا نتائج كبيره. ودابا غنعطيك اول حاجه اللي استفدتها وهي القوه المدهشه للعادات الذريه. يعني ملي كدير واحد العاده او سلوك بسيط وكتستمر على هذا السلوك واخا هو صغير او بسيط وما كيدير حتى شي تاثير ملي كديريه، الا ملي كدوز واحد المده طويله كيبان النتيجه ديالو، ولكن هذيك النتيجه كتكون كبيره. باش تفهم اكثر نعطيك مثال بشخص باغي يجري مسافه طويله او لا مسافه ديال 10 كيلومتر، وهذا الشخص كيقدر يجري فقط كيلومتر، وباش يوصل انه يجري 10 كيلومتر ميمكنش انه في حصه واحده يزيد من 1 كيلومتر يزيد 9 كيلومتر باش تكمل 10 ويجريها ديك الساعه. يعني ما غيقدش يجريها اصلا لان الجهد ديالو كيسمح له بانه يجري فقط كيلومتر. ولكن باش يجري 10 كيلومتر خاصو يزيد واحد العدد بسيط اللي ما يخليهش يحس بالتاثير ديال داكشي اللي كيزيد. ولكن مع المده طويله ملي كيتراكموا داكشي اللي كيزيد من مورا كل حصه كتعطي واحد النتيجه، واللي هي ديك النتيجه كتكون انه يقدر يجري 10 كيلومتر. في الحصه الاولى يجري كيلومتر، في الحصه الثانيه يجري كيلومتر ويزيد 100 متر، في الحصه الثالثه يزيد 100 كيلومتر واحده اخرى. يعني بجوج حصص، الحصه الاولى 100 والحصه الثانيه 100 والحصه الثالثه 100. ملي غتراكموا هاد الحصه مع الحصه غيولي انه يقدر يجري كيلومتر و200 متر. يعني الا بقى بهذا المستوى كيستمر كل حصه كيزيد 100 متر، واخا كيبان 100 متر شي حاجه قليله، ولكن مع المداومه ومع المده طويله غيقدر انه يوصل داك المسافه اللي باغي يجري وغيوصل ل 10 كيلومتر. بعد هذا القليل اللي غيزيد في كل حصه مع المده طويله غادي يعطيه نتائج كبيره، وهادشي يخليه انه يستمر وكاع ما يحس بالصعوبه ديال الزياده. اما الا باغي يوصل ل 10 كيلومتر بالزربه وباغي يزيد في كل حصه 1 كيلومتر غتجي صعيبه ومحال واش انه يستمر لديك الصعوبه. اما الا زاد كل حصه 100 غتجيه سهله وما غيحسش بانه راه كيزيد. ولكن ملي غدوز واحد المده غيبان فرق كبير ما بين النهار الاول اللي جرى 1 كيلومتر وبقى كيزيد كل حصه 100. يعني غتحتاج منه واحد الوقت طويل شويه وغتعطي نتائج كبيره. يعني فقط انك تبدا دير شي حاجه بسيطه وتبقى تراكم مع الوقت غتعطيك نتائج كبيره. اما لو بغيتي تحقق نتائج وبغيتي ديك النتيجه تكون كبيره تتعلم لونجلي، قلتي مثلا اليوم غنحفظ 100 جمله، مستحيل تحفظ 100 جمله. اما الا قلتي اليوم غنحفظ 2 جمل وغنزيد كل نهار 2 نهار 3، فقط العدد بسيط مع التكرار ومع المده غادي تلقى راسك تقدر تواصل وعرفتي بزاف الجمل. كخلاصه كيفاش بغيتي تبدا شي حاجه اولا تبغي تحقق شي نتيجه كبيره، فقط بدا بشي حاجه بسيطه اللي مع المده غادي تعطيك نتيجه. يعني فقط صبر، وفاش بغيتي بدا بشي حاجه بسيطه ماشي تبدا بشي حاجه كبيره وتقطع، يعني ما غتستافد والو. ثاني حاجه استفدتها من الجزء الاول وهي كيفاش كتشكل العادات هويتك والعكس بالعكس. يعني ملي كدير واحد العاده فراه انت كتاخذ الهويه ديال ديك العاده كيف ما كانت العاده يا زوينه يا خايبه. مثلا الا كنت كتمشي لاصال او كتجري او كدير شي رياضه فراه انت كتاخذ الهويه ديال انك رياضي. او مثلا كتكمي كتعاطى المخدرات او كدير شي حاجه بحال ما هكا فراه كتاخذ انت الهويه
شنكات او شي سميه بحال هكا. لنفترض انه مثلا كاين اشخاص باغيين يقطعوا التدخين، ملي كتعرض عليهم انهم يدخنوا بجوج شنو كيكون الرد ديالهم؟ الشخص الاول كيجاوب بانه ولا انا كنحاول نقطع الكارو بقيتش كنكمل. اما الشخص الثاني الجواب ديالو هو انا ما كنكملش. هو الجواب تقريبا كيبان لك بحال ولكن الفرق هو ان الشخص الاول باقي مآمن بانه كيكمل والشخص الثاني ما بقاش مآمن بانه كيكمل، وهذا الشيء غيسهل عليه باش انه يحبس. يعني فقط في الجواب فرق بسيط. يعني قبل ما تفكر بانك دير شي عاده جديده فكر بانك تبني هويه اللي متعلقه بديك العاده اللي باغي انت دير، والعكس كذلك. باقي تقطع شي عاده خايبه فكر بانك تحيد الهويه اللي مرتبطه بديك العاده وغتقطع ديك العاده. يعني باغي تكون رياضي حاول تبني هويه ديال الرياضي. حاول مثلا شوف الرياضيين اش كيديروا، مثلا كيلتزموا بواحد النظام الغذائي. حاول حتى انت دير بحالهم واخا بشي حاجه بسيطه، ماشي ضروري تاكل داكشي اللي كياكلوا، فقط بشي حاجه بسيطه. حاول مثلا تعس في الوقيته اللي كينعسوا فيها كينعسوا بكري حتى انت نعس بكري، كيفيقوا بكري حتى انت فيق بكري. فهمتي؟ حاول تبني هويه ديال انك رياضي. مثلا كتكمل حيد الحوايج اللي مرتبطه بانك تكمل. يعني شي حاجه اللي كديرها كتخليك انك تكمل، يعني حيد داك الحوايج اللي كيأديو بيك انك تكمل. وثالث حاجه استفدتها من الجزء الاول وهي كيفاش تبني العاده في بعض الخطوات. وباش تعرف كيفاش اسمع معايا هاد التجربه اللي دارها عالم النفس الدكتور نظيف اللي كيبان لكم في هاد التصويره حاليا. القطه في واحد الصندوق وداك الصندوق كان فيه باب، وباش يتحل الباب خاص القطه تجر واحد الحبل غادي يتحل وتلقى قدامها الماكله. القطه فاش تحطات اول مره في داك الصندوق ما عرفتش منين تخرج، وبقات كدور في الصندوق وبقات كتحرك عشوائيا باش انها تخرج من داك الصندوق. ولكن ملي كدوز واحد المده قاس واحد الحبل وهو يشحل الباب ولقات الماكله قدامها. نفس القطه عاود مره اخرى تحطها في داك الصندوق ودازت مده حتى هي طويله ولكن قل من المده الاولى اللي دوزتها. عاوتاني قاست الحبل وتحل الباب وخرجت ولقات الماكله قدامها. وبحال ما كيبقى كيجرب كل مره، وفين ما كيجرب وكيعاود القطه كتلقى الحل مده اقل من المده اللي كانت قبل من التجربه اللي دارت. يعني بقى بحال ما هكا كل مره كيعاود يحط القطه في نفس البلاصه وكيشوف فوق شحال ديال المده غتستغرق باش انها تلقى الحل. المره الاولى اللي نفترض ان مثلا استغرقت 2 دقائق، فاش عاود حطها المره الثانيه استغرقت فقط دقيقه ونص، المره الثالثه دقيقه، المره الرابعه. فهمتي؟ بحال ما هكا حتى ولات القطه انها كتلقى الحل ان هو كتحط في داك الصندوق كتعرف الحل بانها كتشينيش الحبل كتقيسو وكيتحل الباب. يعني بزاف ديال المحاولات وبزاف ديال التكرار لقات ولات عندها عاده فيما انها كتحط في داك الصندوق كتعرف فين تخرج وكتخرج وكتلقى المكافاه ديالها واللي هي الماكله. ملي كتعاود واحد السلوك بزاف المرات وكتكون من موراه مكافاه، فهاد السلوك كيولي عاده. كدير داك السلوك كتحس بالسعاده او الافتخار او كيعطيك شي قيمه من بحال هذا. يعني كيعطيك شي حاجه اولا كيزيدك شي حاجه. باش انت دير واحد السلوك اللي تحافظ عليه ويولي عاده خاص داك السلوك ملي ديري تحصل على المكافاه في الاخير. مثلا باغي دير عاده ديال انك تبقى تجري خاص ديك العاده تكون فيها مكافاه، وباش تحصل على المكافاه خاصك انك تجري مزيان حتى تعيا، وفي الاخر غتاخذ المكافاه ديالك اللي هي السعاده بانك كملتي الحصه ديالك وتحس براسك مزيان والجسم ديالك مزيان وكتحافظ في نفس الوقت على الصحه ديالك وما كتبقاش في الستريس ديال القرايه او الخدمه. يعني كيحيد عليك بزاف الحوايج وكيعطيك قيمه وكيعطيك شي حاجه اللي غتستافد منها. يعني كيعطيك مكافاه. وفي هذا السلوك الا درتي وعطاك مكافاه كون على يقين غتعاوديه مره واحده اخرى. يعني الا كنتي كدير واحد السلوك وما كيعطيك حتى شي قيمه او لو ما كيزيدك والو فراه مستحيل تعاود ديريه مره اخرى. باش تبني عاده خاص السلوك يدوز من 4 المراحل واللي هي الاشاره، الرغبه، الاستجابه والمكافاه. غنحبس هنايا باش ما يجيش الفيديو طويل. في الفيديو الجاي ان شاء الله نشرح لكم هاد 4 المراحل اللي كيدوز منهم السلوك باش انها تولي عاده، وغتعرف علاش السلوك ديالنا كيدوز من هاد المراحل باش انها عاد تولي عاده. وغتعرف انت ايضا كيفاش تبني عاده ديال مثلا انك تقرا تجري اي حاجه، غتعرف كيفاش تتعامل معها باش تبقى محافظ عليها والدوام عليها مده طويله. ولو وصلتي حتى لهنايا كنبغي نشكرك على المشاهده ديالك لهذا الفيديو، وخلي لي تعليق مكتوبه فيه النهايه
باش نعرف شحال من واحد كيكمل الفيديو حتى الاخر. هذا ما كان معك حمزه. فكرة ديال المحتوى هي انني نقرا كتاب وداكشي اللي استفدت منه ونفع لي في حياتي نجي نبارطاجي معكم باش حتى نتوما تستافدوا، وعلاش لا حتى نتوما ينفعكم. ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله.